أهلا وسهلا بيكم في وصفة جديدة من وصفاتنا الحلوة، وهي وصفة الكباب المشوي في الفرن مع سلطة البتنجان والبشاميل الروعة اللذيذة جدا جدا. بس الأول عشان تشوفي كل جديد اوعي تنسي تتابعينا على قناتنا قناة تيسير أبو دهب، واوعي تنسي تفعلي جرس الاشتراك. ويلا بينا نبتدي. أول حاجة معانا في الوصفة النهاردة هنجيب أعواد خشبية وننقعها في المية نص ساعة ونسيبها على جنب، وبعد كده هنبتدي نحضر حبيتين بتنجان هنفتحهم كده وهنحطهم على ورق حراري عشان خاطر التسوية بتاعة الحرارة أو النار تتوزع عليهم. بعد كده هنجهز بصلاية وحباية فلفل أحمر هنقطعها كده زي ما انتي شايفة، وطبعا لو عندك مفرمة هيبقى أسهلك وأحسن. وادي الفلفل قطعناه، فزي ما قلتلك لو انتي عايزة تقطعيهم كده اوكي مفيش مشكلة، عايزة تجيبي مفرمة وتفرمي البصلاية مع الفلفل الأحمر حباية الفلفل الأحمر مفيش أي مشكلة زي ما تحبي. وطبعا هنضيف نص كيلو لحمة على الخليط اللي احنا عملناه على البصل والطماطم، ونقلبهم كويس جدا، نقلب كويس جدا عشان كله يمتزج ببعضه زي ما انتي شايفة، لازم نقلب كويس جدا. بعد كده هنجيب طبق ونضيف الخليط اللي احنا عملناه في الطبق، وبعد كده هنجيب ربع كوباية بقسماط ومعلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة بابريكا ومعلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة كزبرة، وطبعا ما تنسيش بهارات اللحمة، وتبتدي تقلبيهم كويس جدا جدا جدا. نبتدي نقلب. بعد ما قلبنا الخليط كويس جدا هنسيبه في التلاجة نص ساعة، وبعد كده نطلع البتنجان من الفرن ونسيبه يبرد. بعد كده هنجيب العجينة اللي احنا عملناها، اللحمة والفلفل والبصل مع بعض، هنعملهم على الأعواد الخشبية، وبعد كده هبل ايدي بالزيت عشان خاطر اقفلها كويس وتبقى محكمة وتستوي كويس. عشان تبقى محكمة معايا اقفلها من تحت ومن فوق كويس قوي واسويها بالظبط واعملها بالشكل ده عشان خاطر النار تبقى متوزعة زي ما انتي شايفة. وهكذا بعمل كل الخليط اللي معايا ده، وبقفلها كويس من فوق ومن تحت عشان النار والتسوية تبقى متوزعة كويس قوي، وبرصهم على الشبكة كده بالمنظر ده زي ما انتي شايفة، وبسيبها نص ساعة في النار مع ان انا بقلبها من وقت للتاني. بعد كده بحضر زيت وبحط عليه كاتشب وبقلب كويس جدا، ببتدي اشوف البتنجان اللي انا شويته في الفرن. بعد كده بفضيه عشان مش هحتاج القشر في حاجة، فانا هفضي القلب ده لان انا هعمل بيه البشاميل زي ما انتي شايفة كده بالظبط. انا ببتدي بفضي قلب البتنجان عشان اقطعه وافرمه كده، افرمه كويس ويبقى كله سوا واحد، ما تبقاش فيه حتت كبيرة وحتت مش مفرومة. هبتدي اجهز مكعب زبدة، معلقة كبيرة دقيق عشان هعمل البشاميل، واسيبها وافضل اقلبها كده تقليب تقليب لحد ما توصل للون الذهبي زي ما انتي شايفة. بعد ما وصلت للون الذهبي انا هجيب كوباية حليب واضيفها عليهم وافضل اقلب لحد ما القوام يبقى سميك ويبتدي يغلي. بعد كده هجيب كوباية جبنة موتزاريلا، بعد كده هضيف عليه البتنجان اللي انا قطعته وفرمته من شوية ده، وبعد كده هقلبهم كويس عشان تشرب البشاميل كله وتبقى ممتزجة بيه. وطبعا الملح حسب الرغبة، حسب رغبتك انتي، وطبعا نص معلقة فلفل صغيرة ومعلقة صغيرة كزبرة، وابتدي اقلب كويس جدا عشان يمتزج التوابل فيهم زي ما انتي شايفة. بقلب كويس جدا 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 عشان كله التوابل تتوزع على كله. بعد كده هدهن زيت وكاتشب باللحمة، الأعواد دي هدهنها بالزيت والكاتشب، وبعد كده
هرجعها في الفرن لمدة ربع ساعة وبرجع اقلبها من وقت للتاني. وادي الخليط اللي احنا عملناه، البتنجان مع البشاميل زي ما انتي شايفة. وزعناه في طبق، اي طبق عندك بقى مناسب، يعني حسب انتي حابة تقدمي في ايه. وبنبتدي تشيلي الاعواد الخشبية من الكباب عشان خاطر تعرفي تقدمي. وزي ما انتي شايفة بتقدميه بالشكل ده. بنبتدي نرص الكباب جنب بعضه، وادي الكاتشب والزيت مع بعض زي ما انتي شايفة، كاتشب وزيت. وزي ما انتي شايفة ألذ وأطعم كباب مشوي في الفرن مع سلطة البتنجان والبشاميل الروعة جدا. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب. وما تنسوش تتابعونا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب. وما تنسوش عشان تشوفوا كل جديد تفعلوا جرس الاشتراك. وشكرا ليكم.